أنا بنت عادية جدا أروح للجامعة مع باص خاص، أنا وبنات الحارة. سواق الباص شايب، وجات فترة مرض الشايب وما صار يقدر ينقل، فجاء ولد بداله. للأمانة كان مرة أخلاق، ما عمره طالع فينا. المهم نطلع من الجامعة والدنيا حر، ما نصدق نركب الباص عشان نفك الطرحة ونجلس نسولف وندردش، بحكم إن الجامعة بعيدة شوية عن حارتنا، وأنا من النوع كثيرة الكلام، أحب أسولف وأضحك. وبنت الشايب معانا وأحيانا تركب عندنا ورا. أنا وشلتي نجلس نلعب الصراحة، وكل واحدة تقول حلمها. المهم إن ولد الشايب هذا اللي يسوق فينا ما عمرنا شفنا وجهه، دائما نشوف مقفاه، ولا عمرنا سمعنا صوته. إذا دق جواله يحطه صامت، ما أدري هو يستحي ولا هو طبعه كذا. مرة طلعنا أنا وصديقتي وما كان في أحد بيداوم غيرنا، وأخته كانت غايبة. طلعنا وما شفنا إنه جاء. جلست أدق على أخته ما كانت ترد. مرة تأخرنا والمشرفة كانت تنافخ علينا، جلسنا ندقدق على أخته إلين ردت. كانت نايمة وما كان لها خلق أبد تدق عليه وتقول له وينك وترجع تقول لنا، فأرسلت لنا رقمه وقالت لنا تفاهموا معاه. المهم بعد هواش بيني وبين صديقتي من اللي تدق عليه، قلت لها خلاص شيخة أنا بدق. المهم قلت له تعال خلاص احنا خلصنا. على فكرة أبوه خلاص ما صار في شيء الحمد لله، رجع بخير، بس للحين الولد مستمر هو اللي يوصلنا ويجيبنا. حتى أخته تقول انصدمت أنا، أخويا ما كان يقوم الصباح، الحين صار هو اللي يصحيني. المهم أنا غبت أسبوع عشان سافرت مع أهلي المدينة ثانية. يوم الخميس جاني رقم غريب يقول لي سلامتك ليش غايبة وفقدتك ومن هذا الكلام. أنا عبالي واحدة من صحباتي ورديت عليها، وأنا مرة ماني من النوع الفضولي. المهم قالت والله طفش بدونك، وأنا ما صدقت أحد يقول لي كلام زي كذا. جلست أسولف معاها، قلت لها مين أنتي؟ قالت واحدة أعرفك، بس كنت مستحية صراحة أجلس معاكي في الجامعة. عاد أنا عادي وقتها صدقت، جلست أتكلم معاها وأسولف، بعدين قلت لها أنا بروح. أنا جاء يوم الأحد أرسلت لي بتداومين الأحد؟ قلت لها ايوه ليش؟ ما ردت علي. عاد داومت يوم الأحد وسألتني زميلتي في الباص ليش غايبة يا فلانة؟ عاد أنا أحب أمزح ويعرفون مزحي، قلت انخطبت ورحت المدينة الفلانية عشان أتجهز. طبعا صحباتي عارفين إني أمزح. رجعت البيت ولقيت الرقم مرسل لي من جد انخطبتي. قلت مين قال لك؟ قالت سمعت. قلت أنت مين؟ أنا لازم أعرفك. قالت بقول بس أحلفك تسمعيني للآخر. أنا خفت قلت لها قولي. قال أنا سواق الباص، وأنا صراحة حبيتك ويشهد علي ربي عمري ما شفتك، بس حبيتك من سوالفك ومن كلامك، وأحس عقلك أكبر من عمرك. طبعا المعلومية دائما الكل يقول لك كذا لأني تربيت عن جدتي وكذا أسلوبي. أيوة. المهم أنا انقهرت منه، قلت والله حسافة أهالينا مأمنين عندك. طلعت نفس طقة الشباب هذالا. جلس يحلف بالله أن الرقم عنده من لما أنا دقيت عليه، وقال لي بجي أخطبك رسمي من أبوك من بكرة لو تبغي، بس أخاف يرفض أبوك لأن إحنا على قد حالنا وأنا ما عندي وظيفة. قال لي إذا ما تبغيني من حقك، معاكي مهلة يوم فكري فيها، وبعدها أوعدك ما عاد تشوفيني. وأنا مرة كنت معندة، قلت مستحيل أرد عليه مرة تانية، مستحيل. قلت لكم تربية جدتي. وجلس أسبوع أبوه صار يودينا بداله. وفي واحدة من بنات الباص سألت أخته ليش أخوك ما عاد صار يودينا؟ قالت سافر يدور وظيفة. طبعا بعدها جلست أنا شهر ما شفته ولا كلمني ولا كلمته. بعدها أختي جلست تسولف معانا، قالت أخويا لقى وظيفة ويقول يبغانا نخطب له. أنا وقتها تجمدت، حسيت إنه راح من يدي. رحت البيت وما نمت، جلست أفكر يا ربي أرسل له ولا ما أرسل له. بعدين قلت خليني أرسل له، وأرسلت له كلمتين أنا موافقة. داومت وركبت الباص في الصباح، واخته جلست تدق في الكلام وتقول رامي بيرجع اليوم من قدك، وانا اسوي نفسي مو فاهمه ايش قاعده تقول هذه. ارجع البيت والاقي له مرسل لي رساله يقول انا راجع اليوم المغرب بكون عندكم بخطب رسمي. انا قلت في خاطري اكيد انه يمزح، ما يمديني استنى شويه الا امي تجيني قومي قومي البسي في ناس خطبوك. وانزل عند ابويا، قلت له مين؟ قال ابويا ولد سواق الباص، ايش رايك فيه؟ قلت أنا ما أدري. وأنت إيش تقول يا أبويا؟ قال أبويا والله ولد والنعم فيه. وأرجع لجوالي وألاقي له مرسل لي ها بشري إيش صار؟ إيش قال أبوك؟ قلت أنا إنه موافق. قال أبغى أملك الأسبوع الجاي. قلت لا مستحيل. قال اللي تسمعينه. وأنا شفت صورته للأمانة مرة حلو، كان أحلى مني صراحة، وخفت قلت مستحيل يحبني هو أحلى مني. وملكنا، وكنت خايفة من ردة فعله لما يشوفني، بس الحمد لله تقبلني وطار فيني، والحين متزوجته. أيام الملكة كان يجيب لي الأشياء اللي أحبها وأنصدم، قلت أكيد أخته تقول له. يوم تزوجته سألته إيش عرفك بالأشياء اللي أحبها؟ قال عرفت عنك كل شيء من سواليفك، حتى أفتكر كنت تقولين أبغى أتزوج واحد دبدوب، كنت أقول يا ربي كيف أصير دب.